السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بشركم مبروكه، الله يدخل عليكم هذا الشهر بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي، والله يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم الشباكيه البنات بزاف. راني غبرت عليكم، عرفت راسي درت تنغبر واش شي غبرات، راه غير مع الظروف وصافي. المهم جيتكم بفيديو بالشباكيه ديال الشباكيه ان شاء الله، التفاصيل ديالها، الثمن ديالها وانا من جهتي انا ما غاديش نخدمها. المهم انا غير شاركت معكم هذا الفيديو، درت واحد القياس يعني قليل، كما كيقولوا غير الفال وصافي، باش نشارك معكم هذا الفيديو ان شاء الله. ديجا عندي في القناه، غير البنات قالوا لك ديري لنا فيديو جديد. المهم غادي نشارك معكم كما قلت لكم التفاصيل ديال، غنقول لكم الاثمنه على حسب هاد السلعه اللي طلعت، وغنقول لكم كذلك باش تنجح معكم ان شاء الله وكيفاش تحتفظوا بها وكل شيء ان شاء الله. في هذا الفيديو خليكم حتى الاخر ان شاء الله، غادي نذكروا كل شيء ان شاء الله ان شاء الله. المهم غادي نخليكم مع هاد اللقطات من الشباكيه، كتجي معلكه وشاربه العسل، غير كتحترموا المقادير ديالها والتقنيات ديالها. هي السهل الممتنع، هي الا جيتوا ليها راه سهله، ولكن خطأ واحد كيخسر لكم كل شيء. كما كتلاحظوا يعني الشباكيه خاص تكون السر ديالها الاول والنجاح ديالها هو العسل. الا ما كانش العسل ناجح، الشباكيه واخا ديروا ما عرفت شنو ما كتصدقش معكم. باش تكون مجعبه كتحترموا المقادير ديالها حتى هي يكونوا مضبوطين. المهم غادي نشارك معكم كامل داكشي في هادشي كلشي في الفيديو. نتمنى يعجبكم، وما تنسونيش من لايك ديالكم وتعليق الزوينه ديالكم كيما مولفين. على بركه الله غادي نبقاو هنايا مع المقادير. بسم الله. عندي هنايا غادي نديرو كيلو و200 غرام ديال الطحين، يعني لا باز العادي ديال الشباكيه. انا غندير لكم بالقياس ديال الكيلو ديال الطحين، ممكن تقسموا على جوج. انا غنعطيكم القياس ديال 100 و200 كيلو و200 غرام ديال الطحين. خماره وحده ديال الحلوه، عندي كاس ديال اللوز مطحون منيل مزيان، وكيلو او كاس ديال الزنجلان حتى هو مطحون مزيان، يعني يكون منيل. واحد الحكه ديال الكوزه، وعندي غادي نخدم انا بالزبده سبيسيال. الزبده كتبقى لكم النوعيه اللي بغيتو تخدموا بها. غادي ندوبها حتى يحيد من هذاك الحليب، وغادي نصفيها ونديرها في الكاس. يعني غنعمر كاس ديال الزبده وكاس ديال الزيت الروميه، وكندير فيها واحد 2 معالق ديال زيت العود. زيت العود ملي كتكثروها كتعطي واحد النسمه مجهده. عندي كاس هنا ديال المزهر فيه الزعفران حر، والكاس الاخر الثاني الماء دافي ودرت فيه دويمه ديال الزعفران، وربع كاس ديال الخل، وغنحتاج كذلك الملح والنافع وحبه حلاوه والقرفه. هادشي غادي نعاود معكم هنايا انا كنخدم وكنعاود معكم المقادير. كما لاحظتوا يعني الزنجلان واللوز كيكونوا مطحونين منيلين مزيان. اللوز كتعاودوا تغربلوه، الا طحن لكم حتى طلق ليدام وتعلك يكون احسن. صافي هنا النافع غندير 2 معالق مطحون ومغربل حتى هو مزيان، وحبه حلاوه حتى هما غندير 2 معالق. ما يكونوش عامرين تاني بزاف، يعني 2 معالق كبار، ومعلقه واحده صغيره ديال القرفه. يعني في كيلو ديال الطحين كنديروا غير معلقه صغيره ديال القرفه، غنغربلها. صافي غادي ندير الملحه كما قلت لكم، كنديروا القياس ديال الملحه. انا ما كنديرش غير قبيصه صغيره، كندير قياس غدا المعلقه صغيره ديال الملحه، يعني ديك الملوحه مع الحلاوه ديال العسل كتجي مزيانه. صافي غادي نرمل هذا الشيء هو الاول. كما قلت لكم واحد الحكه ديال الكوزه اولا هذه النويويره وبسيبيسه مطحونين، كتهزوا منهم راس معلقه حتى هي كتعطي واحد البنه للشباكيه. صافي غادي نخوي الكاس الاول ديال الزيت، وكذلك كاس عامر، يعني هادو عامرين حتى الفوق. الليدام كتحترموا الليدام في هذا الكيلو 200 غرام. ملي كنديروا كيلو 200 غرام ديال الطحين كنديروا الكاس عامر حتى الفوق. الا درنا كيلو مضبوط ديال الطحين ما كنعمروش الكاس حتى الفوق. هادو نكونوا متفقين جيتها باش ما تجيكمش ثاني الشباكيه ميدمه بزاف. ملي كنزيدوا ديك 200 غرام راه كنزيدوا نعمروا الكاس حتى الفوق. صافي كنعاود نرمل هذا الشيء مزيان حتى ينسجم. وراه درنا خماره وحده ديال الحلوه في الاول، ممكن ديروا خميره ديال الخبز كدير واحد شويه منها، اللي ما بغاهاش راه ما كيديرهاش. صافي غادي نخلي هذا الشيء ابار. غادي نمشي لذاك الماء اللي فيه ديك الدويمه ديال الزعفر. غنخوي كلشي في كاسرونه، يعني هنا 4 كاس ديال الخل والماء زهر والماء الاخر. نخليه يدفى شويه باش تجيكم ساهله في الدليك.
ملي كتدفيو العناصر السائله يعني كتجيكم ساهله فاش كدلكوها. ممكن تخدموا ديك الطريقه ديال الخلاط، يعني كطحنوا كلشي في الميكسور وكتخويو فوق الطحين، كتجي زوينه العجينه ساهله، ما كتحتاج تدلكوها بزاف. صافي انا غادي نخوي كامل داكشي فوق الطحين وغادي نصفيه. صافي وغادي نبدا ندلك. يعني غادي تلاحظوا هنا غادي درت السوائل كاملين دقه واحده، ماشي كندير شويه بشويه. درتهم في الاول عبار واحد، الكيسان كيكونوا عامرين حتى هما حتى الفوق. الا خصتنا واحد الرشيشه تنشوفوا العجينه، الا خصتنا واحد الرشيشه ديال الماء راه كنزيدوها. انا غادي نحاول بعدا كنا في الاول غادي ندخل داك السائل اللي دخلت في الطحين، عاد نشوف واش خاص الماء ولا لا. يعني الماء ما كتزربوش به، الا زدتو اكثر من القياس راه كتجيكم الشباكيه قاصحه وما كتشربش لكم العسل. يعني كما كتلاحظوا يعني هذا غدا وكتجمع عندي، يعني ما غاديش تحتاج الماء بزاف. يعني داك القياس راه غيجيني هو هذاك. غادي نزيد واحد الرشيشه ملي غنشوفها شاحفه. ها نتوما راه شللت غير ديك الكاسرونه بواحد قياس واحد المعلقه هكا، وغادي نرش العجينه ديالي وكنحاول ندلك وكنمسوها. يعني الا جاتكم شاحفه راه كتزيدوا نقيطات، يعني نقيطات ديال الماء، ما كتكثروش الماء. صافي هنايا راه تجمعات ليا، غادي ندلكها شويه فوق الرخامه هكا باش تجيني سهله. كما كتلاحظوا يعني منسجمه العجينه، يعني كتبان لينا مخدومه مزيان، يعني شاده راسها ولكن مدلوكه. فهمتوا؟ ما تقبوش ليها الماء باش ما تجراش معكم، وما تخليوهاش تاني قاصحه باش ما تشحفش. صافي غنقسمها هنا كويرات وغادي نخليهم في البلاستيك يرتاحوا، وكنرجعوا ليهم بعد ما كيرتاحوا كنسرحوهم هكا بحال كي تنديروا المسمن. كنطويوهم على 4 وكنديروهم تاني يرتاحوا في البلاستيك. قد ما ارتاحت معكم العجينه كتعطيكم الطوع وما كتعذبكمش في الخدمه. صافي كما كتلاحظوا يعني غير ترتاح شويه وغنرجع ليهم باش نطلقهم. هكا كما قلت لكم مربعات بحال المسمن، وكنطويوهم هنا بعد ما تاني يرتاحوا. فاش طويتهم تنجي كنسرح، غنسرح العجينه كامل هكا بالطول وغنقطعهم اشرطه، يعني باندات هكايا. قياس ديال الجراره باش غنقطع. هنايا راه قطعتهم كاملين. كنديرهم تاني البلاستيكه كنغطيوهم وكنبداو بالصمته الاولى، يعني كنبداو بديك الكره الاولى اللي قطعت وكنبدا نسرح بالمدلك. كتجيكم ساهله هكا الخدمه. كل وحده كيفاش الصراحه كتخدم شباكيتها، كل وحده كتشبك. انا غادي ندير معكم تشبيكتي وطريقتي اللي ديما مولفاها. صافي كنسرحوا العجينه ديالنا هكا كنخرجوها في الوراقه. وبالنسبه للوراقه البنات اللي كيسولوا الرقم، البنات انا ما كان نمشيش مع الوراقه، غير كنخرجها نيفو واحد هكا في الرقم 7 لا 6. حيت عندي انا من 1 ل9 كنخرجها في 6. الا خرجتها في 7 كتجيني رقيقه شويه ياك. انا كنخرجها في 6 تتكون شويه غليظه. كنزيد نهبطها بالمدلك، يعني كنهبطها بالمدلك هكا حتى كترقق السمك اللي بغيت. عاده كندوز الجراره ديالي. صافي التشبيكه خلاص. كما تتشوفوا يعني كتحاولوا التشبيكه ديالكم اللي كتمولفين كديروها. هذه انا ولفتها، يعني كنهز واحد كنطلق واحد. وبالنسبه لدوك الجناب اللي كنحيدو كنديروهم في الباندا الثانيه. ما كنخليوش ديك الكره كتجمع حتى الاخر حيت كتقصح العجينه. كنديروها في الباندا الثانيه وتنتموا غاديين بحال هكا. كتشوفوا يعني كنهبطها بالمدلك. كنخرجها في الوراقه كما قلت لكم رقم 7. انا عندي من 1 حتى 9 كنخرجها في رقم 6 يا ربي. وكنزيد نهبطها، يعني كنخرجها في الوراقه 2 مرات. وكتكون باقا غليظه شويه، يعني راه ماشي بزاف. وكنحاول نهبطها بالمدلك، يعني كنتحكم فيها انا بالمدلك حسن ليا. ملي كتخرجوها رقيقه بزاف، ملي كتخرجوها رقيقه كتجيكم رقيقه بزاف في القلي وكتجي مقرمشه. هادشي اللي كاين. صافي كنحاول نورك على هاد الجراره هكا باش طراسه ليا دوك الحبات كاملين كيكونوا قياس واحد. صافي كنحيدو دوك الجناب خلاص. راه كنحطوهم تاني تنجمعهم مع الباندا الثانيه اللي كتكون جايه. وكنتموا غاديين بحال ما هكا، يعني كتجيكم ساهله. انا تنشبك الصباح بكري، تيجيني الصباح بكري من الاحسن، اولا في الليل كتكملوا التشباك وكتغطيوها كتخليوها حتى الصباح وعاد كتقليو. كما كتلاحظوا يعني التشبيكه اللي كندير انايا البنات راه
ديجا شاركتها معكم في الفيديو اللي فات هكا، العيمان كاع اللي دازت، والبنات الجداد. المهم التشبيكه كتبقى لكم على حسب الطريقه ديالكم كيفاش كتشبكوا. صافي كنكمل هكايا كامل العجينه اللي عندي. باش هذا راه مازال كنزيد نهبط الا بانت لي شي وحده ما غليظه شويه، انا كنتحكم فيها، يعني كنزيد نهبطها شويه بالمدلك، وراه ما كتخافوش منها، يعني راه كتبقى في الحجم ديالها. تتهبطوها شويه صافي كتشكلوهم. كما قلت لكم كتعمروا اللاطات ديالكم، كتخليوها تنشف، ضروري كتنشف باش تجيكم مزيانه في القلي، باش ما تحلش ليكم. صافي هنا خليتها، انا راه شبكتها الصباح بكري، ما بديت نقلي هنايا حتى لديك 3 ونص. عاد درت المقله تسخن الزيت. وجدت العسل خلاص. العسل كيكون ثقيل، كيكون طايب زوين، يعني يكون طايب على المهل، يعني ما ديروش بديك ديال الكوكوط هكا يطيب بالزربه، يعني كتعطيوه الخاطر يطيب مزيان باش ما يتحجرش لكم من بعد. كندفيه شويه، ضروري يدفى شويه باش يطلق راسو، ما يبقاش قاصح هكاك. صافي الشباكيه ديالكم كتنقصوا عليها البوطه، وكتبقاو طيبوها هكا، وكتبقاو تدوروا فيها بالفورشيت هكا، ولا شي عود هكا ديال القطبان. كدوروا هكا باش ما يجيكم لون واحد، ولكن حتى كتشد راسها ماشي في الاول، يعني حتى كتشد راسها كتبقاو تدوروها بحال ما هكا حتى كتحمر مزيان. عاد كنصفيوها وكنسقطروها مزيان، يعني تسقطروها من الزيت، ما توصلوش الزيت لهذا العسل، باش تجيكم الشباكيات الاخرين اللي كيكونوا جايين يتقلاو يشربوا العسل. ضروري كتسوسو مزيان من الزيت، اولا ديروا شي فوطه من التحت. اكثريه كنديرها كنمسح، تنفزقها شويه بالماء، كنمسح داك التحت ديال داك الفائض ديال الزيت، عاد كنرمي في العسل. صافي ملي كنرميوها في العسل كنحاولوا نهبطوهم قبل ما نعمر تاني المقله. كنقص على المقله ديال الزيت وكنخليها حتى كنغطي الشباكيات ديالي كامل بالعسل، كنتاكد منهم انهم مغطيين بالعسل. صافي وكنتسنى عليهم شويه، عاد كنبدا القليه الثانيه، يعني تسناو على الشباكيات ديالكم حتى كتاكدوا بانهم مغطوسين مزيان في العسل. عاد كنمشي تاني للزيت، كنبدا نرمي الحبات ديالي هكا، والبوطه تنقصوا شويه هكا ملي كتسخن الزيت، يعني كتحاولوا تنقصوا في الاول حتى كتلوحوا القياس كامل اللي باغيين تعمروا المقله ديالكم. كتخليو واحد شويه خاوي باش تلقاو فين تدوروا الحبات باش ما يتهرسوا. صافي هنايا راه غادي نكمل الحبات كامل اللي عندي. وشنو حاجه اخرى بالنسبه للبنات اللي كيكونجليو الشباكيه خضراء هكا في الكونجيلاتور، انا ما كنديرهاش وما كنصحش بها. من الاحسن الشباكيه كتكون جديده تخدم. شتو الا كانت معسله وكل شيء، يعني تكون هكا يعني طايبه ومعسله، بردات وتعسلات وكل شيء، ودار في الكونجيلاتور الوقت اللي بغيتوها كتجبدوا منها، كتكون احسن ما كديروا العجينه. يعني ملي كديروا العجينه فاش في الكونجيلاتور كتجبدوا كتقليو، راه الصراحه كل واحد كي كتجي، يعني ما الشباكيه عندكم راه غداره، كتغدر بالواحد حيت واخا ديروا اللي درتو تقدروا تنقصوا واحد الحاجه، تكونوا معولين على ديك الشباكيه كاينه في الكونجيلاتور، تجيو تقليوها ما تشربش لكم العسل. ها نتوما خرجتوا عليها، ضيعت لكم الوقت وما عرفتوهاش واش ناجحه ولا ما ناجحاش. هادشي اللي كنفضل انا العجينه يعني الحلوه طيب، يعني الشباكيه طيبوها عسلوها، ديك الساعه بغيتو تحتفظوا بها بالكونجيلاتور اولا بحال الناس اللي كيكومونديو يديوها هكايا جديده، ويديروها في بواطات يقسموا بيناتهم بالبلاستيك هكا ولا بابي كويسون، وكيديروها في الكونجيلاتور الوقت اللي بغاو تيجبدوا القياس. اما بالنسبه تكون عجينه وتحتفظي بها مشبكه وتجبدي تقلي، راه ما نضمنش، ما عرفتش كل وحده كيفاش كتخدمها، ولكن راه ما مضموناش 100%. هذا ما كان صافي غادي نكمل انا القلي كله كنقليها، وغادي نديرها في الكسكاس حتى كتسقطر، وغادي نعاود ناخذ العسل يكون جديد نسخنه، وغندير فيه واحد شويه ديال المسكه، حيت المسكه ما درتهاش انا في العجينه، ما كنديرش المسكه في العجينه، كنديرها في العسل. واحد شويه ديال المزهر كنسخنه مزيان وكنصفيه وكنعاود نسقي به الشباكيه ديالي من الفوق، يعني هكا كتجي شاربه داك العسل النقي وفيه ديك النسمه ديال المسكه وديال المزهر، كتجي منسمه مزيان. صافي كنخليها تبدا تسقطر شويه، وديك الساعه كنقدموها، يعني كنرشوها بالتزيين اللي بغينا، زنجلان اولا لوز.
كما كتلاحظوا هنا راه كنسقطرها، يعني هذه التأسيلة الأولى ديالها حتى كنكمل كما قلت لكم عاد كنسقيها السقية الثانية. صافي ملي كتسقطر هكايا كنبدا نستفها وكنرش بالزنجلان، كيكون ديك الساعة باقي فيها شاد فيها العسل، وكنرشوا الزنجلان ديالنا هكا نقدموها بالصحة والراحة. المهم والثمن كما قلت لكم الأثمنة كتختلف، كل وحدة باش كتخدم، كل وحدة وقوامها، وكل وحدة باش أشنو دخلت في هذيك الشباكية. ما غاديش نعمم أنا كل وحدة المهم باش كتبيع الثمن اللي دايرة. أنا كندوزها ب100 درهم حتى ل120 درهم. تنهضر أنا على هاد العام، يعني من قبل راه كنت كندوزها بقل. هاد العام يعني كلشي زايد، يعني الزبدة طالعة، الزيت طالعة خلاص، القوام كاملين بالنسبة للزنجلة، اللوز كلشي هاد الوقيتة كيطلع. والعناصر اللي اخرين اللي كتزيدو بحال الزعفران حور، بحال المسكة، يعني المسكة المزيانة، كنهضر على المسكة المزيانة ماشي هادشي اللي ولا دابا في السوق. يعني المسكة الفري راه كتكون غالية، هادي نتفقوا معاها بعدا. كاينه هادي راه كاينه المسكه اللي غاليه راه كتاخذوا غير 10 دراهم كيعطيكم شويه منها، اما الاخرى اللي رخيصه راه كيعطيك فيها بلا قياس، ولكن راه ماشي مسكه. هذيك راه ما كنفضل كاع انا ندخلها للدار. الشوفه ديالها راه ما كتعطيكمش باش تاخذوها. صافي والمهم كما قلت لكم هذا هو الثمن. نتمنى الفيديو يعجبكم. كما قلت لكم انا هذا العام ان شاء الله غادي ناخذ لي كوموند ديالي اللي خديت في المعسلات الاخرين، يعني بريوات، محنشات، بوشنيخه، السفوف. اما الشباكيه ما غاديش نقدر نشدها هذا العام ان شاء الله. هذا مكان الا بقينا في الحياه غير كندوي وربي اشوف اشنو قال. هذا مكان. عواشركم، مبروك، نخليكم هنايا، مع السلامه.